يا مستر، مش قلت بعد العيد؟ اهو فات العيد وهتقول هبدأ في المراجعات، فاكر ان القطر هيستناك وهتيجي المراجعات وهتلاقي الوقت فات، وطبعا هتعيد نفس الكلام كل سنة. طبعا عايز تبدأ دلوقتي وتبقى زي الناس اللي بدأت بقالها سنين، وعايز تبدأ بس خايف من الكام طالب اللي في السنتر عندك. حابب افهمك حاجة صغيرة بس، ان الطلبة اللي عندك في السنتر دول ما يجوش 10% عند اي مدرس شغال اونلاين كويس. وتعال نقارنك بيه كده ونقول لك ان انت بتشرح نفس الدرس 20 مرة في الاسبوع وهو بيشرحه مرة واحدة وبياخد بريك كمان. تفضل تقول للطالب بتاعك كمل وكافح واسعى ومالكش دعوه بالنتيجه، وانت اصلا شغال وعمال كل شويه تسال عن النتيجه. بس انا عارف موضوع الديزاينات والريلز والكونتنت، واتابع الترند وارد على الرسائل واشوف هعمل مع مين منصه واشوف اصور فين والافكار هجيبها منين وتصوير السنتر والكلام ده كله هو تقيل شويه. وهل اللي هعمله ده الصح ولا السوق ما بيقولش كده؟ احل لك المشكله دي عشان احنا في A to Z حلينا لك كل مشاكلك، وحلينا كل مشاكلك بجد مش تسويق وكده. يعني هنريح دماغك خالص من السوشيال ميديا، ما تفكرش في ديزاين، ما تفكرش في ريلز ولا سكريبت ولا تصوير السنتر ولا اي حاجه بصفحتك، ولا حتى تبقى مسؤول انك تنزل بوستات على صفحتك، ولا ايه اللي هيتصور لليوتيوب ولا هينزل امتى ولا فين ولا لمين. احنا بنعمل لك الاستراتيجي والبلان بتاعتك كلها كامله متكامله. السوشيال ميديا بتاعتك كلها فيسبوك يوتيوب تيك توك، وكمان لو عندك منصه هنقول لك هنسوق لها ازاي، بالاعلانات بتاعتك بالريلز بالكونتنت بكل حاجه تخص السوشيال ميديا بتاعتك. وكمان بنعمل لك اناليز وتحليل لكل البيانات بتاعتك كل شهر، وده مش اسمها انك بتسال عن النتيجه بس، عشان تشوف الواي احنا رايحين لفين، وايه اكتر حاجه بتجيب عندك، وايه اكتر نوع طلبه متابعك. وعشان تتبسط اكتر عملنا لك شويه عروض حلوه كده باسعار كويسه جدا. فلو انت عندك ان هي تبدا من دلوقتي وتتوكل على الله، اكتب لنا في الكومنتات او ابعت لنا على رسائل الصفحه. كل سنه وانت طيب.